كل امرأة متزوجة تستحق النفقة، هذا بالقانون بالإجماع على جميع دول العالم بنسب متفاوتة. القانون التونسي 3 فصول قانونية مجال الأحوال الشخصية نظمت هذه المسألة، والفصل 23 اللي يقرأوها غالبا العضو الأشهاد على الزوجين في الفقرة الأخيرة والقبل الأخيرة يتحدث على النفقة. فصل 37 كذلك، والفصل 38 مجال الأحوال الشخصية. النفقة نرجع ونقول أن كل امرأة متزوجة يحق لها النفقة، والقائل هنش ركزت على المتزوجة باش نستبعدوا أنه الإنفاق في فترة الخطوبة دائر. القانون التونسي ما يعالج المسألة المرأة المخطوبة أو المرأة اللي عقد قرانها ولكن لم يقع الدخول لا تستحق النفقة. فالفصل 23 يقول كل زوجة متزوجة هذا تستحق النفقة. النفقة راهي تقدر حسب حال المنفق وحسب الوقت والأسعار. هذا عنصرين، الوقت الزوجة تلتجئ إلى القضاء المختص هو محكمة الناحية اللي بدائرتها تقتل الزوجة، هي تلتجئ هذه المحكمة في طلب النفقة. القاضي الناحية هي يقول عنصرين، هو عنصر حال المنفق والزوج وحال الوقت والأسعار. علاش احنا نقولوا انه فما شخص حكمته المحكمة بنسبة 400-500 دينار في الشهر، في حين نلقى بعض الأزواج 200 دينار، وفما أزواج تلزم المحكمة الإنفاق حتى ب1000 دينار، وهذا مرتبط بالمقدرة الشرائية والحال متاع الزوج. إذا كان الزوج قادر على الإنفاق، إذا كان الزوج ينتمي إلى معنى زوجة كانت تنتمي إلى عائلة ميسورة تعودت في الحياة مع زوجها على نمط معين من العيش، هي باش تطلب النفقة حسب النمط اللي هي تعودت عليه، والمحكمة تشرعي هذه الاعتبارات. والنفقة شكون الملزم بالإنفاق؟ هو الزوج. هي الزوجة المدخول بها، هم الأبناء، هم الأصول والفروع والإلزام. هذه الأشخاص اللي عندهم الحق أن ينفق عليهم هذا الزوج. الأبناء بالنسبة للبنت من هي تولد إلى حين أن يقع تنتقل نفقتها من أباها إلى زوجها أو بحصولها على عمل قائم. وبالنسبة للطفل الابن الذكر الإنفاق متاعه مرتبط ببلوغ سن الرشد، إذا كان لا يعمل وإذا كان يدرس حتى 25 سنة. إذا كان فات 25 سنة الابن ما عادش يحق له أن في الإنفاق، وإلا إذا كان اشتغل حتى قبل هذا السن وغادر مقاعد الدراسة زاد هو غير ملزم، يولي غير ملزم بالإنفاق. بالنسبة للوضعية الخاصة هم الأبناء القصر والأبناء العديمية، مثلا يكون مريض عنده إعاقة مستديمة، الأطفال اللي عندهم إعاقات هم يقعدوا عندهم أهليتهم غايبة، معناها يستحقوا دائما النفقة. احنا قلنا أنه كل زوجة مدخول بها تستحق النفقة. راهي النفقة يقف مفعولها بصدور حكم في الطلاق. القانون نظم النفقة حق للزوجة أو المطلقة في مدة العدة. وقت اللي الزوجة تطلق تنتهي العدة تقف النفقة. لا يحق للزوجة المطلقة بعد فترة عدتها في النفقة. هذا الخلط اللي بيجي عند الناس بصفة عامة، أن يخلطوا ما بين الزوجة المتزوجة، الامرأة المتزوجة والامرأة المطلقة. ما هو الشيء الذي يعوض النفقة؟ هي أما أنها تطلب الجراية عمرية بعد انتهاء مدة العدة، أنها تكون لها حق في جراية عمرية إذا طلبت جراية عمرية، أو تكون لها تعويض عن الضرر المالي في قالب شكل رأس مال. بما معناه أنه الفصلين 37 و 38 ربطوا النفقة بالزوجية. إلى أين تلتجأ الزوجة اللي طلب النفقة؟ إلى قاضي الناحية. قاضي الناحية اللي موجود أين هي تقطن. زوجة تقطن في مدينة سوسة
تلتجأ إلى محكمة الناحية اللي موجودة في دائرة سوسة للمطالبة بإلزام زوجها حتى لو كان يقطن خارج سوسة، سواء في تونس أو في نابل أو في أي مكان، تلزمه لدى المحكمة التي تقطن بها. هذا تسهيل من المشرع على الزوجة وحماية للأسرة. النفقة تقدر بحسب كما قلنا بحسب قدرة المنفق، وهي إجراءاتها مبسطة للغاية. من أسهل القضايا في الإجراءات أنه يقع نشر القضية لدى محكمة الناحية. محكمة الناحية تعمل جلسة صلحية يسمع الطرفين وتشوف المؤيدات نتاعهم، ثم المحكمة هي اللي تقدر سواء بالاستئناس على أبحاث اجتماعية في الغرض، بالمرشد الاجتماعي اللي يتكلف بحث اجتماعي عن طريق المرشد الاجتماعي باش يمشي يشوف الوضعية للعائلة، وضعية الزوج، وضعية الزوجة، وضعية الأبناء، باش تقدر قيمة النفقة هذه، أو بما لها من مؤيدات في أن يتضح له أنه عنده بطاقة أجر، عنده أنه الزوج هذا ميسور الحال، أنه قادر على الإنفاق بقيمة كبيرة منه. ينجم المحكمة تستأنس بما لها من مضروبات الملف لكي تقضي بالنفقة. الزوجة لما تلتجأ إلى القضاء تقدم مطلبا عريضة الدعوة، سواء شكاية مباشرة أو أنها تلتجأ إلى محامٍ يعمل لها قضية ويستدعى الزوج أمام المحكمة المتعادلة، محكمة الناحية المتعادلة. التاريخ انعقاد أول جلسة صلحية يعتبر بداية سريان مفعول النفقة، حتى لو كانت طالت القضية بعد شهر، شهرين، 3 أشهر على رفوف المحكمة. النطق في المحكمة وقت القاضي الناحية وقت ينطق بالحكم ينطق بإلزام الزوج بالإنفاق على زوجتها، ولا إذا كان فما أبناء على أبنائه، بداية من تاريخ رفع الدعوة. شفت الحماية القانونية اللي عملها المشرع والقضاء. معنى حتى لو كان المحكمة تشهد مثلا عينت جلسة 25 فبراير جلسة صلحية، أول جلسة صلحية وحضر بها الطرفين، ثم تواصل نشر القضية لمدة 4 ولا 5 أشهر، ثم صدر الحكم في جوان. وقت يصدر الحكم المحكمة تحكم بإلزام الزوج بالإنفاق على زوجته من تاريخ رفع الدعوة أن يوافق 25 فبراير. هذه الوضعية الوحيدة المحكمة اللي تلزم فيها الزوج تحمي الزوجة، خاطر اتضح للمحكمة أنه التاريخ هذاك اللي تشهد فيه المحكمة وطلبت الإنفاق بدون نفق. المحكمة تحمي الزوجة في المدة هذيك وتحمي الأطفال في المدة هذيك. وقت يصدر الحكم ويلزم الزوج مطالب أنه يدفع معلوم النفقة منذ تاريخ رفع الدعوة. هذه هو حسب المثال اللي أعطيته 25 فبراير. أما غالبا المحكمة تحط في مضمون الحكم بتاعها بداية سريان إلزام الزوج بالإنفاق. أما خلط ما بين عدم دفع من النفقة والقضية النفقة، أما خلط عند يقولك أنا صدرت حكم ولكن زوجي مازالت ما طالبتوش المحكمة، لا، لازمناش نخلطوا ما بين الدعوة المدنية والدعوة الجزائية. الدعوة المدنية هي استصدار الحكم بالإنفاق وينفذ بقطع النظر عن الاستئناف. يقتضي يحصل الحكم الإنفاق تعلم به من تاريخ الإعلام بالحكم هذاك يتحل الشهر، يقولك القانون يقع عليه وتلدد شهرا. بعد الشهر من التلدد يحق للزوجان اللجوء إلى القضاء الجزائي، إلى وكالة الجمهورية وقاضي الناحية تعمل شكاية جزائية في إلزام زوجها بأنه يدفع النفقة. ونقول في هذه الحالة الزوج الذي تلدد ورفض دفع معلم النفقة بالرغم من إعلامه بهذا الحكم يصبح قائم بجريمة عدم دفع من النفقة. وقتها المحكمة واللي عند القضاء الجزائي والمحكمة محكمة الناحية تنظر في هذه القضية واللي متهم بجريمة إهمال عيالي المداولة عند الناس بجريمة إهمال عيالي وجريمة عدم دفع مال النفقة. كل زوج مطالب بالإنفاق على زوجته، حتى المعروف أن الزوج قادر على الكسب، هو قادر على الكسب. إذا كان فما أي مانع قانوني ولا مانع جسدي يبين للمحكمة
يبين الدفع نتاعو للمحكمة، سواء كان معاق أو عاجز عن الكسب، عاجز عن الإنفاق، لازم يبين للمحكمة. والمحكمة هي سلطة تقديرية تشوف أنه الدفع نتاعو صحيح ولا لا، خاطر فما ناس عاجزين. وقتها في الحالة هذه يولي العسر التام، حتى القانون من بجد الأحوال الشخصية ربطت واجب الإنفاق على الزوج، ربطته بالحالة العسر اللي فما أزواج غير قادرين على الإنفاق، لكن اسمه يبين المحكمة هذه عدم المقدرة على الإنفاق. المحكمة الوحيدة اللي تقدر أن الزوج هذا قادر على الإنفاق أو غير قادر. زوج ملزم بالإنفاق، عنده حكم يلزمه بالإنفاق، بعد صار وضع صحي ولا تعرض إلى حادث ولا تعرض إلى أي حادث تغيرت ولا أصبح بموجبين غير قادر على الإنفاق، نجم يلتجأ في ذوي الإجراءات. المحكمة اللي صدرت حكم بالإنفاق هي الوحيدة المحكمة اللي يقوم قدامها بقضية إيقاف مفعول الحكم هذا، يلتجأ إلى التقاضي للقضاء ويعمل ملف صحي ويلتجأ إلى المحكمة ويطلب إيقاف مفعول حكم النفقة لوجود سبب معنى وجوب المحكمة هي اللي تقدر. كيف حتى لو تكون الزوجة مثال على مسألة الأبناء يكون الزوج ملزم بالإنفاق على أبنائه، عنده حكم ملزم بالإنفاق، مجرد مثال تزوج البنت يعتبر انتهاء الموجب، خاطر القانون شو يقول إلى انتهاء الموجب يكون قانوني، يكون موجب واقعي. وقتها الزوج يلتجأ للتقاضي باش يوقف يعمل قضية في إيقاف مفعول النفقة لانتهاء ذلك الموجب.